السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هقدم لكم وصفة تشيز كيك اوريو. ان شاء الله وصفة تعجبكم، من الوصفات الحلوة جدا وفي نفس الوقت اقتصادية جدا. فيهاش جيلاتين، ما فيهاش فرن، ما فيهاش كريمة خفق، وان شاء الله تطبقوها والتطبيقات تطلع احلى من دي وان شاء الله تعجبكم. تحفة تحفة تحفة، من الوصفات اللي ان شاء الله تعجبكم خصوصا مع الحر خلاص اللي ابتدى ومع الصيف. وحلوة جدا وانضف من بره، وحاجة احنا عاملينها في البيت وضامنينها، وحلوة جدا. ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك علشان ده هيدعمني جدا ويديني حافز ان انا اكمل، وان شاء الله نعمل وصفات ونشاركها مع بعض. وان شاء الله اي تعليق منكم وهستناه، وان شاء الله لو في اي تعليق او اي كومنت سلبي هنعدله ونغيره مع بعض. وان شاء الله ان شاء الله تطبقوها وتطلع احسن من دي، من الوصفات الباردة للصيف والحلوة جدا اللي ممكن تجربوها. هنا معانا لص زي ما انتم شايفين 3 باكت كريم شانتيه، 2 باكت كريم كراميل، حليب اوريو، نسكافيه، وزبدة وسكر. ان شاء الله هنقول هنا معانا اول طبقة ان شاء الله 24 حبة اوريو، معلقتين زبدة و3 معالق حليب. هنا هبدأ افصل الكريمة عن الاوريو. الكريمة هضيفها بعدين على الكريم شانتيه ان شاء الله، والاوريو علشان اطحنه في الكبة كده. هبدأ افصلهم حبة حبة، مش هفصلهم كلهم، هشيل معايا حوالي 6 حبات علشان هحطهم على طبقة الكريم كراميل. هنا هبدأ افصلهم وهسيب ال6 حبات بتوعي علشان احطهم على الكريم كراميل في الاخر. هنا انا هضربهم في الكبة، كبة او مطحنة المتوفر عندك. هنا هضيفهم في بولة، هبدأ انزلهم كلهم. هنا هبدأ اضيف معلقتين زبدة وابدأ اعجنهم زي ما نكون هعجن كده بالراحة، وهضيفهم واحدة واحدة علشان القوام ما يسبحش مني زي العجينة. وهبدأ اضيف برضو 3 معالق حليب او لبن واحدة واحدة علشان القوام ما يتحولش مني ان انا اعجن، انا عايزاه متماسك بس مش عجينة. هنا هبدأ اجيب صينية تشيز كيك او اي صينية مفتوحة عندك او اي صينية بايركس المتوفر عندك، بس معلقة زبدة بسيطة خالص علشان الحاجة ما تمسكش فيها وانا بشيلها. هنا هبدأ افضي الاوريو فيها ان شاء الله، ارصه وابططه كويس جدا واسويه عشان يبقى متساوي ومتماسك، اما يدخل الفريزر ما يبقاش مشقق. هنا عندي الطبقة التانية بستخدم لها 2 كريم كراميل ومعلقة نسكافيه ومعلقتين سكر و3 معالق حليب. عندي الكريم كراميل بتاعي بيستخدم كوبايتين، انا هقلل كوباية، المجمل بتاعهم 4 كوبايات، لا هستخدم 3 علشان اضمن ان هو يبقى متماسك وكويس. لو انتي مش ضامنة الكريم كراميل بتاعك او اول مرة تجربي النوع اللي هتستعمليه، ضيفيله معلقتين نشا او معلقتين جيلاتين، الاتنين بيبقوا كويسين جدا. هنا هبدأ أضيف كل المكونات اللي عندي على البارد، 3 كوبايات حليب مع 2 باكت كريم كراميل مع معلقتين السكر مع معلقة النسكافيه بيعزز الطعم طبعا وبيخليه طعمه حلو جدا زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، وكمان بيحسن اللون معايا. هبدأ أضيف كل المكونات معايا وأقلبها على البارد لحد ما أضمن تماما إن هي دابت علشان ما تكلكعش مني أول ما أحطها على النار. هقلب كويس جدا لحد ما ابقى متأكدة خلاص ان هي دابت كده، هروح على النار. هنا خلاص انا رحت بيها على النار. ههدي النار برضو متوسطة مش نار عالية، هبدأ اقلب لحد ما القوام يتقل معايا ويوصل للقوام المطلوب او القوام اللي انا عايزاه. هنا خلاص بدأ يتقل معايا، هفضل برضو مستمرة في التقليب لحد ما اتأكد ان القوام بدأ يتقل زي ما انا عايزة بالظبط. انا عايزاه تقيل بس مش متماسك، تقيل مش متماسك زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. بدأ خلاص يتماسك معايا القوام اللي انا عايزاه. هنا عندي ال6 حبات اوريو اللي انا قلت عليهم في البداية، هبدأ اطحنهم واحطهم عليه. ممكن لو الخلاط بتاعك بيستحمل سخونية تحطهم فيه، بس انا صراحة مش حابة، انا ضربت الاوريو في الخارج وضفته برضو علشان انتي لو عندك نفس الخوف بتاعي من الخلاط ان هو ما يتقبلش، اطحنيه لوحده وبعدين ابدأي حطيه واحدة واحدة كده زي ما انا عملته علشان برضو تبقي ضامنة انتي بتشتغلي صح.
هنا انا طحنت 6 حبات اوريو واحطهم على الكريم كراميل، علشان طبعا ده تشيز كيك اوريو لازم كل الطبقات تبقى متشبعه بالاوريو. هنا هبدا افضيه، بس مش هفضيه مباشر علشان ما يحفرش في طبقه البسكوت. هحط السباتشولا او المعلقه تحت الكريم كراميل اللي هو بينزل، عشان طبعا هو سخن والبسكوت طالع من الفريزر، فما يشققليش او يفحر في البسكوت. هنا هبدا انزله واسويه واديله خبطة كده علشان اضمن كل الفراغات اللي فيه طلعت. دلوقتي هروح بيه على التلاجة ساعة لحد ما يتماسك. هنا معانا الطبقة التالتة، معانا 3 باكت كريم كراميل. كل باكت بياخد كوباية الا ربع لبن، بس انا مش هحطهم كلهم، انا معايا المعدل بتاعهم 2.5 كوباية لبن. انا مش هضيفهم كلهم، غير هضيفهم واحدة واحدة. هنا ابدأ اضيف محتويات الكيس كريم شانتيه، 3 أكياس بمعدل 150 جرام. لو بتجيبيه خام ضيفيله سكر، انا عندي الكريم شانتيه بتاعي منضاف له سكر. هنا مكعبات تلج عشان اضمن ان هو هيتماسك معايا وهيعمل القوام اللي انا عايزاه. هنا انا ضفت 1.5 كوباية بس من اللبن او الحليب، علشان انا مش عايزاه خفيف. الكوباية دي شلتها على جنب، اما احتاجها ابدا افضي منها واحده واحده، علشان القوام بتاعي يبقى كويس ويبقى متماسك. مش عايزاه خفيف، انا عايزاه تقيل علشان يتماسك معايا ويبقى متماسك في القطعة التشيز كيك وانا بقطعها. هنا هبدأ اضربه تدريجي، كل ما يعوز حليب الاقيه تقيل معايا احط واحده واحده، علشان ما يبقاش القوام معايا سايب في النهايه. لا انا عايزاه كريم شانتيه خام، وانا بشده كده يعمل منقار معايا زي ما انتم شايفين كده. هو ده كده القوام المظبوط اللي انا عايزه اوصله، مش عايزه اخف من كده. هنا هبدا اضيف كريمه الاوريو اللي انا فصلتها عنه من البدايه، وهضربهم مع بعض لحد ما يتماسك. هنا بدأت الاقيه بدأ يتقل معايا، حطيت حوالي معلقتين بس. انتي القوام معاكي تحكمي فيه زي ما انتي عايزة، على حسب الكريم شانتيه بتاعك، على حسب القوام اللي في ايديكي، تحكمي فيه زي ما انتي عايزة. هنا كان عندي حبتين اوريو برضو، شلتهم على جنب من الكريم كراميل علشان احطهم على الكريم شانتيه. هنا انا عندي دلوقتي موس اوريو. موس الاوريو ده حابه تزودي اوريو اكتر من كده، تحطي جناش لتورته، جناش لجاتو، اي حاجه تزيني بيها للاطفال، سبرينجز، اي حاجه تزيني بيها بيبقى حلو جدا معاكي، وبيبقى طعمه حلو جدا كل ما تزودي الاوريو طبعا. هنا عندي القوام اتماسك، وطلعت طبقة الكريم كراميل من التلاجة، ما شاء الله لقيتها متماسكة جدا، ما كملتش كمان ساعة. هنا حطيت عليها طبقة الكريم شانتيه بتاعي، وهبدأ اتعامل معاه بحرص وبحذر شديد، لان مش عايزة طبقة الكريم شانتيه تبهدل لي طبقة الكريم كراميل. بحرص وبحذر شديد وبشويش خالص، وبتعامل كأني بتعامل مع طفل صغير، لان انا مش عايزه طبقه الكريم شانتيه تبهدل لي طبقه الكريم كراميل. هنا هبدا انضف واشيل الزوايد، وابدا اخبطها بالراحه علشان ما اهريش طبقه الكريم كراميل تحت، علشان تطلع لي الهواء اللي فيها وتبقى متماسكه وكويسه. هنا اي كريسبي عندي، لو فاضل حبات اوريو عندك حبه تزيني بيها ما فيش مشكله، مش باقي حاجه خالص ما فيش اي مشكله. لو حبتين من الاوريو برضو طحناهم وحطيناهم على الاطراف مفيش اي مشكله. هنا كيس الكراميل بتاع الكريم كراميل، بس هزين بيه وهدخلها من التلاجة ساعة 2 لحد ما تتماسك. بس انا بصراحة ما استنيتش عليها لحد ما تتماسك، عشان كنت عايزة اقطعها معاكم. ما خدتش حوالي 10 دقايق ربع ساعة في الفريزر، علشان حبيت بسرعة اقطعها معاكم ونشوف شكلها مع بعض. هنا انا بحط السكينة بتاعتي في مية دافية علشان ما تمسكش في طبقة الكريم شانتيه وتبهدل الدنيا. وبعد ما اقطع اول مرة بمسحها بمنديل علشان تاني مرة ما تلزقش وتبهدل معايا الدنيا، واكون بتعامل بحرص بحرص وحذر وانا بشيلها، لان طبعا انا بالنسبة لي كانت سايحة. انما انتي استني عليها براحتك جدا علشان تلاقي نتيجة حلوة ان شاء الله. هنا هنشوف الطبقات معاكم مع بعض، ان شاء الله تحفة جدا، وما شاء الله طعمها حلو جدا جدا. الاطفال طبعا فوق سن 20 وتحت سن 20 ان شاء الله هتكون حاجة من المفضلة.
هي ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش تعب كتير، هي كل اللي فيها ان الطبقات منفصلة، بتحب تدخل التلاجة علشان تتماسك، ما فيش شغل اكتر من كده. انما طبقاتها سهلة جدا، وطريقتها سهلة جدا، واي طفل ممكن يعملها اصلا. يعني ممكن الامهات اصلا يشجعوا اطفالهم وياخدوهم جنبهم في المطبخ، يشاركوا معاهم، يطحنوا الاوريو، يفصلوا الاوريو، يعملوا كل الحاجات دي مع بعض. بتبقى حاجة مشجعة جدا ومسلية للاطفال، وان شاء الله تعجبكم وتعجبهم. ما تنسوش ان شاء الله تدعموني